السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم في قناتي اكلات من مطبخ نسمة الجالي. هنعمل النهاردة فطار تاني يوم رمضان. نعمل بط ومحشي وكمان رقاق. انا الاول كده بعمل العصاج بتاع الرقاق. طبعا عندي نص كيلو لحم مفروم. حطيت الاول بصلايه عليها ملح وفلفل، ونزلت باللحمه المفرومه وقلبتهم مع بعضهم وسبتهم يستووا شويه. هندخل بقى على البطايه. دي يعني الحاجه بقى بتاعتنا النهارده، البطل بتاعنا. انا كده بدعك بصلايه بملح وفلفل، بكون غاسله البطه كويس، وبنزل بقى بالبصلايه في قلب البطه كده، وبحطها جواها. ده طريقه ماما الله يرحمها. الاكل بتاع المنصوره دمياط، النواحي بتاعت دمياط كلها. تمام. هجيب بقى حته سمنه كده، معلقه سمنه، واحطها في حله واخليها تسخن، وانزل بالبطايه، اعمل لها ايه زي صدمه كده، شوحها. انا نزلت الاول الكبده والقنصه والجوز القلب، ونزلت اهو كمان بالبطايه. هعمل لها ايه زي صدمه كده، هشوحها شويه واخليها تغير لون، وبعد كده اقوم هنزل عليها بميه سخنه. اعمل بقى التسبيكه بتاعه المحشي: بصلايه في شويه زيت على سمنه، واخليها يا دوب بس تحمر، مش عايزاها تغمق، يعني يا دوب تغير لون كده، تبقى ايه، ذهبي كده. ونزلت عليها بشويه ملح وشويه فلفل، وهنزل كمان بمعلقه صلصه بوريه عشان تعزز لنا لون الصلصه، تخلي التسبيكه بتاعه المحشي محمرة، مش عايزاها تبقى مجربة. الطماطم بصراحة عندي ما كانتش يعني حمرا قوي، كانت لونها فاتح شوية، بامبي كده، وردي. ونزلت طبعا بعصير الطماطم، حوالي 5 أو 6 طماطمات لنص كيلو رز. حطيت الملح وحطيت الفلفل، وبعد كده بقى احط بهاراتي على الخلطة. هسيب بقى الخلطة بتاعتي او التسبيكة بتاعتي تستوى، وهدخل اعمل بقى حاجة تانية اللي هو سليق الكرنب. انا حطيت اهو شفشقين مية سخنة على البطة عشان ايه، تكمل سواها بقى. تمام كده. هعمل بقى الكرنب، هسلق الكرنب. انا بحط مية على النار، واحط فيها معلقة سكر او نص معلقة سكر وكمون، وبنزل بقى بعد ما المية بتغلى بنزل بورق الكرنب. دي اسهل طريقة يا جماعة، طريقة امي واجدادنا يعني. ف... فدي احسن طريقة لسلق الكرنب بصراحة. وبنزل بيه، بحطه شوية في المية وبطلع بيه على طول عشان ما يتهرش ويتقطع مني. انا بشيل الريم بتاع البطاية، وهغطي بقى على البط عشان تكمل سوا. الكرنب بقى مش هطول عليه في المية عشان ما يتهرش معايا زي ما انا قلت لكم. معايا اهو الصلصه، بصوا لونها جميل ازاي. وهحط بقى نص كيلو الرز واقلب كده. هنا بنتي كانت بتساعدني، تطلع بقى خليفه لامها. خليفه في الملاعب المطابخ. كانت عايزه تساعدني، فقلت لها يلا تعالي قلبي يلا الخلطه. وانا قطعت كده الحزمه من الشبت والبقدونس والكزبره. بس الواحد بصراحة كان النهاردة هلكان خالص، نزلت جبت شوية حاجات وما كنتش قادرة خالص. الواحد كان منتهي يعني، ومع الصيام، مع ان كنت بصوم في رجب وشعبان، بس رمضان له هيبته بقى. انا حطيت كده ملح وفلفل وكمون، واحط نص او ربع معلقة شطة. اللي مش عايز ما يحطش، ده حاجة اختياري بقى. وكمان ربع معلقة كزبرة ناشفة. اللي عايز يحط كمان نعناع ناشف ويفركه كده ما بين ايديه، يحط، بيدي ريحة جميلة اوي، تيست جميل. انا اهو حطيت كمان مكعب مرقة،
بيدي برضو تيست جميل مع الخلطة. وهنقلب بقى الخلطة الحلوة دي ونبدأ بقى في المحشي. النهاردة اليوم كان حلو خالص وما حسناش بصراحة يعني باليوم بصراحة. الواحد تعب شوية في عمايل الأكل، بس ما حسناش والله بالصيام. ربنا يا رب يجعله كده في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. انا طلعت اهو الورق وبقطع العنق بتاع الورق الكرنب كده، وبقوم مقطعه كده. دي التقطيعة المعتادة اللي برضو بتاعت امهاتنا. قطعت كده الورق، وهوريكم برضو تقطيعة كمان. اللي عايز بقى ايه يحط الورق مربعات كده ايه على بعضها يعني، وياخد منه على طول، بدل ما يقعد مثلا ايه يمسك الورقة طويلة كده ويفضل يقعد يقطع. دي برضو تقطيعة تانية اهي. وتحطيه بقى كده كله على بعض اهو، تبقى ورقة بورقة كده، وكله هيبقى المحشي كله عندك هيبقى اسطمبة واحدة يعني، كله قد بعضه، كل الصوابع كلها قد بعضها اهو. انا برتاح بصراحة في الورق اللي هو الطويل ده يعني، بقطع بقى براحتي كده. حطيت كده في أرضية الحلة اللي هو العروق بتاعة الورق، وبدأت ان انا بقى ايه احشي. بصوا الصابع صغنن كده وحلو جميل، انا بحب الحجم ده اوي. هكمل انا بقيت بقى الحشية الحلة كلها. مفيش اسهل من كده. خلصت بقى حشية الحلة كلها اهو، واتبقى عندي كده شوية رز. حطيت في كم قرن فلفل كده اخضر، بيدي برضو ريحة حلوة قوي قوي للمحشي الكرنب. عملت انا بقى الشوربة او التسقية بتاعة الكرنب. طبعا الشوربة بتاعة البطة، وحطيت معلقة صلصة بوريه وملح وفلفل، ويدوب ربع معلقة سكر، ونزلت عليهم بقى بيهم على ايه على حلة المحشي. بصوا بقى هنا المحشي الشوربة المفروض ما تغطيش اخر صف من المحشي، المفروض تبقى يدوب في مستوى اخر صف من المحشي. والبطل بتاعنا طلع اهو استوى والحمد لله بطايه. وانا بقى بدهنها كده بشوية صلصة بوريه، وعليها شوية زيت وملح وفلفل، ودهنتها بقى كده وهدخلها تحت الشواية. نعمل بقى الرقاق. جبت برضو شوربة البطة، وهحط عليها نص كوباية او كوباية حسب بقى الكمية اللي انتي هتعمليها. انا حطيت نص كوباية لبن، وحطيت معلقة سمنة، وده بس التسقية بتاعت الرقاق. شوربة ولبن وحطيت سمنة عشان ما يبقاش دسم معانا في رمضان كده، هيبقى خفيف معاكي قوي، هيبقى مورق معاكي وطري من جوه ومن بره مقرمش، واخد بقى القرمشة بتاعت الرقاق. بدأت ان انا اسقي كده اوابل الورق بتاع الرقاق اهو. وابدأ ان انا ارص في القارب بتاعي. الجلاش ده او الرقاق كان عامل معايا 8 رقائق، وعملت فوق 4 وتحت 4، وحطيت طبعا في النص اللحم المفروم، وفوق الاربع برضو الرقاقات، وقمت مقطعه كده. طبعا لازم نقطع الرقاق قبل ما يخش الفرن، عشان لو دخلتيه كده من غير ما تقطعيه مش هتعرفي تقطعيه، هيتكسر منك كله. قطعته كده، وحطيت كمان على الوش معلقه سمنه عشان ياخد بقى وش حلو.
وسقيته برضو شوية كده بسيطة بايه بشوية بالتسقية بتاعتنا اللي هي الشوربة واللبن والسمنة اللي كنا عاملينه ده، وطلع معانا اهو زي الفل. بصوا تحفة، خطير. انا بدأت ان انا اطلعه بقى اهو عشان كان وقت الفطار بقى اهو يا جماعة من قريب. بصوا الريحة بقى اقولكمش، خطيرة. جربوه بالطريقة دي، هيبقى خفيف جدا ومش هيبقى دسم، مش هيبقى تقيل معكم في رمضان وعلى الفطار. وادي كمان المحشي بتاعنا مستوى. بصوا بقى لونه حلو ازاي، مظبوط تمام. الريحة بقى مش عايزة اقول لكم. ساعة الفطار ده بقى الكل بيبقى واقف حواليا، يلا يا ماما فين العصاير، يلا يا ماما عايزين الفطار. كله بقى بيبقى عايز بقى، يعني انا واقفة الحاجة سخنة طبعا ومش عارفة امسك، واقفة ماسكة بالفوطة، وبناتي واقفين بقى حواليا. هتشوفي بنوتي دلوقتي الصغيرة، ودي الكبدة والقنصة بتاع البطة والشوربه كمان. بصوا الشوربه دسمه ازاي. طبعا احنا ما قدرناش نشرب الشوربه دي، يعني الشوربه دي هعمل بيها تاني محشي او رقاق تاني برضو. إيه يعني شوربه البط يعني لا يعلى عليها. تنسونيش بقى في اللايك والشير، اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.